على حته التسميه. نجيب الكتاب بتاع مندليف حبيب قلبنا ده ونسمي الحتتين اللي احنا قلنا عليهم علشان في حد طلبهم مني. التسميه الغلط هتلاقينا حل شويه ساب شويه، بس انا كنت بحل شويه على اليوتيوب واقف بسبب الامتحانات مش عارف فين. ماشي استنى يا قلبي استنى، انا كنت معلمهم هنا. يا ابويا يا يا قلبي معايا يا حبيبي، معايا يا حبيب قلبي معايا. ماشي ناخد يا قلبي دي رقم 33 اللي معاه الكتاب. 33 بيقول لك التسمية الصحيحة لمركب 1 و1 2 و2 رباعي إيصايل إيسان تبعا لنظام الأيوبك. الأيوبك أو الأيوبان قول اللي تقول هي إيه التسمية الصح. يعني المركب ده متسمي غلط، وعلى فكرة باين قوي إن هو متسمي غلط، باين اهو 1 و1 2 و2 رباعي ايصايل ايسان. الايصايل اصلا ده مش بيتاخد كفرع اصلا، دي قاعده من اخوك اكتب عندك. الايصايل لا يتحط فرع الا من اول 5 ذرات كربون من فوق، يعني 3 كربون ما ينفعش احط فرع مصايل، عفوا فرع ايصايل. انا لما احط فرع ايصايل على الثلاثه ازاي يعني؟ انت هتعد لي 3 ومعاك فرع ايصايل؟ طب ما الصح كنت تعد 5. انا مش عارفه ازاي جت معاك دي لو هي سلسله، لو هي مفروده. طب لو فيها فرع هتحد 4 وتاخد منها 1 فرع ايصايل. فانت خدها قاعده كده، الايصايل ما يتحطش فرع الا من اول 5 كربون، وهتشوف الكلام ده دلوقتي لما نعيد تسميته. ادي يا حبيب شايف انت طبعا. هكتب لك انا المركب هنا 1 و1 و2 و2 وشرطه رباعي ايصايل ايسان. مالكش دعوه بالخط ده عشان الخط انا في العربي تعبان جو. طب يلا هو بيقول ايثان ايث 2 يبقى ادي 1 ادي 2 رباعي يعني معايا 4 بس في منهم 2 على الكربون رقم 1 وفي منهم 2 على الكربون رقم 2. يعني الراجل جه هنا وراح حاطط لك سي اتش 2 سي اتش 3، وهنا راح حاطط لك سي اتش 2 سي اتش 3. ما 1 و1 2 و2 يعني هنا في سي اتش 2 سي اتش 3، هنا في سي اتش 2 سي اتش 3. طب السي دي بقى هنا رابطه 2 3 يبقى ناقصها هنا اتش، دي مع 1 2 3 ناقصها هنا اتش. هو لما جه سمى خد دي اطول سلسله واعتبر ده فروع. طب تعال نسمي احنا نعد اطول سلسله احنا بقى 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. هناخد دي يبقى عندي فرعين بس، فرعين بس. سمي يا حبيب قلبي وخلي بالك 1 2 3 4 5 6، ولو خدت من هنا 1 2 3 يعني فرع يبقى عندي 3 زي هنا، يبقى رقم من هنا حته عادي. بص بقى ادي 6 كربون يطلع هنا فرع ايصايل بقى، يعني 6. لكن ازاي 3 او 2 وانا احط لك فرع ايصايل؟
اعجلها انت. هداري ده وعد الفروق. من هنا 3 و4 ثنائي ايثايل هكسان. اختلفت يا قلبي، اختلفت والله. 3 عشان عندك رقم 3 و4 ثنائي عشان معايا منه 2 ايثايل هكسان. 6 1 2 3 4 5 6. طب دي التسمية الصحيحة يا قلبي، مش التسمية اللي هو مين؟ مديهالك. مش التسمية اللي هو مديهالك. تمام؟ الإجابة 3 و4 ثنائي ايثايل هكسان. 3 و4 ثنائي ايثايل هكسان. اكتب الملاحظة اللي قالها الماه، اكتب. الايثايل لا يأتي فرع إلا بعد 5 كربون أو 5 كربون. يعني 5 كربون آخد فرع ايثايل، 6 آخد، إنما 4 3 2 مفيش فرع ايثايل خالص خالص، لأن كده يبقى عدد ذرات غلط. تمام؟ والإجابة هتبقى ألف، ومعاك الكتاب وتقدر تتأكد وتقدر تحل تاني. 34. احنا بنحل الكلام ده عشان في حد طلبه مني والله. التسمية الصحيحة لمركب 3 بروبيل 3 برومو بنتان تبعا لنظام الأيوباك. يا عم عناية يا عم، يا عم عناية. انت بتقول 3 بروبيل 3 برومو بنتان. انت بتقول بنت يعني 5 يا قلبي. 5 2 4 5. بروبيل جبتها منين البروبيل؟ البروبيل دي اصلها بروبان اللي هو C3H8، فبننزع منها اتش فتتحول C3H7. طب دي هتفكها ازاي؟ هفكها لCH3 CH2 CH2 2 و2 4 4 و3 7. دي اتشات ولا 3 عشان الفك، علشان الفكه. ماشي. 3 بروبايل 3 بروبايل هو ده غلط. انا دلوقتي بكتب الصح على طول عشان تبقى عارف. تمام؟ 3 بروبايل و3 برومو. 1 2 3 هنا اهو. حط بروبايل اللي هي اصلها CH2 CH2 CH3. دي اللي هي اصلا C3H7. وضحتها لك عشان ما تقولش المستر ما قالش. ماشي. قال لك برضو فين هي؟ 3 برومو يعني عند رقم 3 هنا في BR. يلا يا عم الرك، او نختار طول سلسل. اهم حاجه انك تختار طول سلسل. انا دلوقتي كنت هغلط لان كنت هركب. اول خطوه اهم خطوه انك تختار اطول سلسل. وخلي بالك البرو والكلور والهيدرولين مش بيتاخدوا في العد. انا بقول لك انا في التركيب 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. اخد دي ولا اخد دي مش هتفرق. خد يا عم اهو. خلي بالك الباقي هنا اتشات عشان ما تقولش فين الاتشات. طب هسمي من هنا ولا من هنا؟ لا هعد. 1 2 3 4 1 2 3. لو خدت من هنا الBR الفرع ده هيبقى عند رقم 4. انما لو خدت من هنا الفرع ده هيبقى عند رقم 3. يبقى خلاص من هنا 1 2 3 4 5 6. طب ده ايه بقى؟
ده اللي هو CH2 CH3 يعني C2H5 ده ايثايل، والايثايل ده جاي من الايثان اللي هو C2H6 بس بنزعنا منه اتش. يعني انا عندي في كربون رقم 3 كم فرع يا قلبي؟ كم فرع؟ 3. كم فرع؟ 3. ماشي ماشي. يلا يا حبيبي نسمي. 1 2 3 4 5 6. 6 يبقى هكسان. هكسان. وليه ان؟ عشان ده الكان كل رابط وحديه. تعالى بقى، معاك فرع بروم وفرع ايس، يعني معاك فرع في حرف البي وفرع في حرف الاي. مين يا قلب اللي اتكتب في الاول؟ A B C E C D E. اكيد مين؟ البي، عشان ما تتغباش. اوعى تقول لي الاي قبل البي. البي في الابجدي قبل الاي. يبقى 3 برومو 3 ايصيل هكسان. 3 برومو 3 ايصيل هكسان. صعبة. شفت اسمي هنا رقم 34. الإجابة جي. 3 بروم 3 ايصيل هكسان. وضحت؟ أتمنى تكون الدنيا سهلة. تاني عشان اللي بيسأل المعلومة تثبت. تاني يا قلب، جميع المركبات الآتية يوجد خطأ في تسميتها معا. يعني يا قلبي كلهم غلط، عادة واحدة بس هي اللي صح. فانت هنا هتضطر تمسك كل واحدة تسميها على حسب ما هو مديهالك، هتلاقيها غلط فتبقى سمعتها مش عايز تختار الصح. تمام؟ يلا نعمله معاك يا رب. مش هنزهد عشان ايه؟ اللي بيسأل يلاقي الدنيا سهل. معاك كام؟ استنى بس نشيل الورقة دي علشان ايه؟ اشتغل براحتك. حط القلم ده هنا ونقفل ده وندخل ده هنا ونسمي المركب على رواق. المركب أول مركب معانا، أول مركب أتمنى تكون شايف. 2 ايصيل بروبان. 3 بالله العظيم انت لو واد ملاحظ هتقول لي يا مستر قبل ما تسمي هالمركب غلط. ليه؟ تقول لي يا مستر ما انت لسه جاي. لو كتبت المعلومه اللي قلت لك عليها انا وانت مكمل الفيديو كان زمانك حلتها على طول. دي غلط. 2 ايصيل بروبان. انا لسه جاي لك فرع الايصيل ده بيتحط بعد كام كربونه؟ 5. فانا مش هعمل دي، انت هتعملها وهتعرف ان هو مسميها غلط لانه مختار اطول سلسله غلط. تمام؟ فانا مش هعملها لان انا قلت لك عليها 3 مرات، وادي الرابعه هقولها تاني. الايصايل ما يتحطش فرع الا بعد 5 كربون، 5 و6 وانت طالع. تحت كده ما يتحطش الايصايل فرع لانه كده هيبقى مختار اطول سلسله غلط. فدي غلط وش من غير ما اعملها انت يا باشا. دكتورتنا غالي اعمل ايه؟ رقم ب بيقول لك 3 و4 ثنائي ميثايل بيوتان. حلو. 3 و4 ثنائي ميثايل بيوتان. بيوت 4. 1 2 3 4. 3 و4 يعني عند 1 2 3 عند رقم 3 هنا في واحدة ميثايل، وعند رقم 4 هنا يا قلبي في واحدة ميثايل. طب ما ده خربت من قبل ما اكمل. ليه يا هلا؟ يا قلبي يا قلبي يا حبيب قلبي، الاطراف دول ما ينفعش احطهم في فروع. هالاطراف مش بتشتمل على فروع، دايما الاطراف ميثايل على طول. لكن هو جه في كربون رقم 4 الاخيره وراح عامل لك ايه؟ في كربون رقم 4 عامل لك فرع. ما ينفعش افرع في الاطراف، يبقى دي غلط.
يبقى انا كده استبعدت الف وب. نشوف جي. جي بيقول لك 2 ميثايل 2 ايثايل بيوتان. والله العظيم بانت، والله بانت. الايثايل ما تحطش فرع الا بعد 5 يا واد. والله العظيم المعلومات البسيطه دي بتريح. بس انا اعملها لك دي بقى عشان ما تقولش المصنع بيعديها. لا اعملها لك. بيوت يعني 4 في رقم 2 في واحده ميثايل. في رقم 2 في واحده ايثايل. حد يا قلب. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5. يبقى دي اطول سلسله. شفت عديت لحد ما جبت اطول سلسله. اوعى يا قلب تغلط الغلطه دي. هنا طبعا اتش. هنا الفروع بتاعتك بجوميثايل بس، بيوميثايل بس، ميثايل بس. انما هو هنا مديك ايثايل فرع. ودي الغلطه اللي كنت بقول لك عليها. ليه الايثايل ما ينفعش يجي الا بعد 5 كربون؟ علشان هو لما بيتحط في 3 كربون او 2 يبقى اكيد هو عامل اطول سلسله غلط. ما هو 4 وهو محطوط فرع. طب هو ازاي واخد اطول سلسله 4 وانا معايا اطول سلسله 5؟ يبقى اكيد في غلط. فهمت؟ الغلط في الايثايل لما ابقى واخد الايثايل كفرع في 3 كربون او في 4 او في 2 كده، يبقى هو بيختار اطول سلسله غلط. زي هنا هو حاطط لك الايثايل ده فرع، سيبه. عد 1 2 3 4. طب ازاي انت بتقول 4 وانت معاك اطول سلسله 5 اللي هي انت واخد لها فرع دي الايثايل 1 2 3 4 5؟ فهمت؟ فدي غلط على طول. دي غلط على طول. تمام. نشوف بقى الاخيره بتاعتنا. رقم ده بنقول لك في رقم ده 2 و3 ثنائي ميثايل بيوتان. بيوت 4. دي واضحه حاجه ولا هي صح؟ يا مستر انت ما تهزر، انت كل خدتهم كلهم غلط، اكيد هي اللي صح. معلش يا اخي، معلش ما اثبت لك ان انا مستر. 1 2 3 4. 2 و3 هنا وهنا. مع 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. وحياة ربنا ان خدت ادخل 4 هيطلع لك فرعين برضه. هم مين؟ هم مين؟ الميثايل. تمام؟ فالتسمية دي صح. اطول سلسلة 4 ومعاه فرعين. طب انت هتسمي منين؟ من هنا ولا من هنا؟ من هنا 1 2 من هنا 1 2 مش هتفرق. ف1 2 3 4 يبقى عندي رقم 2 ميثايل وعندي رقم 3 ميثايل. ودي التسمية 2 و3 ثنائي ميثايل بيوتان. ودي صح. يبقى الاجابة بتاعتك جي د. ناخد كمان واحدة. خلي بالك عمال احل انا اهو، عمال احل. تعبان معاك، تعبان يا قلبي معاك. رقم 37 بيقول لك جميع المركبات الآتية يوجد خطأ في تسميتها ما عدا. يعني والله الاربعه دول كلهم فيهم غلط ما عدا واحده بس هي اللي صح. دي لسه عاملها ورا زيها بالملي. فانت يا قلبي هتعملها انت دي. تعالى على نفسك واعملها. خد سكرين يلا. جميع المركبات الآتية يوجد خطأ في تسميتها ما عدا 2 بروميد البروبين. طب والله العظيم دي باينه ان هي غلط. ده حاطط لك تسميه شائعه مع ايوباك، دي غلط. خلينا حلتها لك. والاجابه بتاعتها هتبقى ب. تمام؟ فانت حل. دي غلط من البدايه باينه دي، فانت اكتشف ان دي غلط برضو. دي غلط. سهله بقى؟ سهله. طب والله العظيم سهله قوي يا عم. بصي الايثايل الايثايل محطوط فرع على البروبان اللي هو 3. دي برضه غلط. امال نغني فيها؟ والله امال نغني فيها. اكتشف بقى ان دي غلط انت بقى، وهي فعلا غلط. اكتشف، وبعد ما تكتشف برسم دي وهتعرف ان دي صح. اديني حلتها لك. التركه اللي قلت لك عليها عمال تكرر. الايثايل يا قلبي مش بيتحط فرع الا بعد 5 كربون. يلا نحل بقى احنا فين؟
رقم 38 عشان نخش على الايزومرات والدنيا تمشي معانا. 35 بيقول لك 2 ايصايل 3 ميصايل بيوتان 3 و4 و4 و5 رباعي ميصايل اوكتان طبعا لنظام الايوباك للتسميه الاتيه. اي العبارات صحيحه؟ يعني ايه بس اللي صح؟ ام بي بس هي اللي صح؟ ام الاثنين هم غلط؟ ام هم الاثنين صح؟ ما تقلبش يا مصر، هو ما قالش مين فيهم غلط، هو بيقول لك مين فيهم اللي صح. انا اسف يا قلبي، انا بديك بس كل الاختيارات عشان تبقى عارف ان هو ممكن يعكس السؤال ده في الامتحان، تقول هو ممكن ايه، الله اعلم، كل حاجه وارد، احنا بناخد الفكره. هو هنا عايز مين فيهم اللي صح او هما الاثنين صح، بس كده عشان ما احورش عليك ولا اطول عليك. سهل يعني، هتمسك الاثنين تسميهم، نمسك دي نقلبها، موضوع سهل. يلا يا عم، مش هيسك انا حل، مش هيسك حل. يلا يا عم، بتقول ايه يا عمي؟ اول واحده بتقول لك 2 يصيل 3 ميصيل بيوتان. بيوت يعني 4، 1 2 3 4، خلاص سيبها دي الغيها، 4 خليها هنا دي اتش. 2 ايصايل، عند رقم 2 هنا في ايصايل، عند رقم 3 في ميصايل، والباقي هنا هيتشال. طب يلا نعد طول سلسلة، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5، 1 2 3 1 2 3 4 5. يبقى انا هاخد دي عشان دي 4، يبقى انا هاخد دي اها يا قلبي. حلو، هعد من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ لو عدت من هنا 1 2 3 عندي 3 في فرق، انما لو عدت من هنا 1 2 عندي 2 في فرق، اخد الاقرب للفرق. يبقى الرقم من هنا يبقى 1 بالاسود اهو، 1 2 3 4 5، 5 يبقى يا بنتان، عند 2 وعندي كام؟ 2 و3 ميصيل بنتان، 2 و3 ثنائي ميصيل، ده التسمية الصحيحة. انما هنا مديني 2 ايصايل، يبقى بي دي او عفوا ايه دي غلط، ايه دي غلط. صعبة؟ لا مش صعب، غيرها كده طلعنا ان ايه دي غلط. ماشي، نشوف بقى يا قلبي مين رقم بي. ماشي، شوف رقم بي. رقم بي استنى، بتقول ايه رقم بي دي؟ بتقول لك 3 و4 و4 و5 رباعي ميصيل اوكتان. اوكتان يعني 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. عند رقم 3 1 2 3 في ميصيل، وعند رقم 4 في 2 ميصيل، وعند رقم 5 في ميصيل. اختار لي يا عم اطول سلسله، اختار لي رقم اطول سلسله. عناية يا عم. ماشي، يلا بينا، 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 مش هتنفع، 1 2 3 4 5 مش هتنفع،
1 2 3 4 5 مش هتنفع. 1 2 3 4 5 6 مش هتنفع. 1 2 3 4 5 6 7 مش هتنفع. اطول واحده 7. طب لما ببدا من التفرع من هنا، لكن انا عندي اصلا اطول واحده 8. يبقى واضح كده ان التسميه دي ايه؟ صح، واضح لانه بدا صح. يبقى دي اوكتان. هرقم من هنا ولا من هنا؟ 1 2 3 هنا عند الفرع عند 3. هنا 1 2 3 الفرع عند كام؟ 3. لا طبعا هنا 1 2 3 4 الفرع هنا عند 4. هنا عند 3 يبقى اسمي من هنا. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 بسمي باللي اديني اقرب فرع. طب والله عند 3 في مصيل، وعند 4 في 4 و4، وكمان عند الخمس. طب ما 3 و4 و5 رباع عشان معايا 4 مصايل اوكتان. يبقى التسميه دي صحيحه. صحيحه. التسميه دي صحيحه. يبقى انا كده عندي الاي البي صح والاي غلط. ايه صح؟ لا غلط. غلط. البي صح ايوه والاي غلط. بس يبقى ب. صعبه يا قلبي، صعبه يا روحي يا ضنايا. اظن الدنيا سهله. ولو انت ملاحظ لما باجي بعد انا بعد كل الفروع، كل الفروع وكل اطول سلسله والمستقيمه واللي فوق واللي تحت لحد ما اجيب اطول واحد. عد 50 مره. اوعى تغلط في التاسع. لازم تختار اول خطوه صح اللي هي اطول سلسله. اللهم حذرت.